السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم بألف خير. روتين النهاردة بقى روتين تنظيفات العيد. اول حاجة عملتها طبعا شلت الكفر بتاع الانتريه عشان هغسله. هو ما كانش مبهدل يعني، انا كنت غسله لو تفتكروا على العيد اللي فات. فهو يعني بصراحة واحلى حاجة فيه واللون ده كمان ان هو مش بحسه مش بيتوسخ بسرعة. فالحمد لله مش ندمانه ان انا جبته، رغم ان هو مش احسن شكل في الكفرات بس هو بصراحه كويس جدا. فقلت بقى اشيل بقى الكفر عشان يتغسل. فده اول حاجه عملتها، ان انا شلت اول حاجه يعني. صحيت وفطرت كده وقلت خلاص بقى ابتدي اشتغل في الشقه وكده عشان ما تتكومش عليا يعني اجي قبل العيد بقى اضطر اعمل كل حاجه ورا بعضها، ما بلحقش بصراحه. فهنا بقى جيت قلت اشيل بقى الكفر زي ما انتوا شايفين كده، وشلت كمان ستيلي ما صورتش السجاد، شلت السجاد. مش هفرشه ان شاء الله غير على الوقفه يعني. باذن الله. طبعا السجاد كله نظيف ما عدا الحافظات. في حافظه منهم بتتغسل في الغساله حطيتها غسلتها، وفي الحافظه التانية اللي هي بتتغسل زي السجاد اللي هي بديل السجاد اصلا. دي هغسلها، لسه ما غسلتهاش يعني، حتى بسجل فيديو كده لسه ما غسلتهاش. فدي هغسلها برضو. وغسلت السجاده بتاع المطبخ. فعملت كذا حاجه برضو يعني الحمد لله. انجزت يعني شويه. بس وهنا شلت الستاره دي كانت حرفيا تراب، عباره عن تراب بس، وهصلح حاجه فيها لانها بايظه وقعت. لو تفتكروا وقعت مني. نيجي بقى للكارثه ده، البوتاجاز بقالي حبه سايباه يعني، بغسله بس كده من على الوش، ما بعملوش يعني تنظيف وكده عميق كده. فشكله يعني مش عارفه اقول لكم، دهون متراكمه عليه بطريقه فظيعه. بس اللي هو كان قدام ده حرق، اللي هو في العين الاولى ده حرق مش دهون. فهضطر استخدم ستريس. طبعا هو المشكله فيه ان هو بيغير لون الاستانلس، بس مفيش حاجه هتودي كل ده غير الستريس بصراحه. فانا قلت اعمله وبعد كده هوريلكم، حتى هوريكم هو ازاي بيخلي الاستانلس مغير. شايفين هنا اتنضف كله، لون كلها راحت بس الاستانلس لونه مطفي. فانا هحط له في الاخر قلت هحط له زيت جونسون، بس الحته دي مش عارفه ما شرطهاش معاكم ليه. بتجيبي قطمه او اي حاجه منديل او كده وبتمسحي بزيت جونسون، بيخلي يعني الاستانلس شكله كويس. المطبخ نفسه كان عايز يتغسل زي ما انتوا شايفين، اللي هو الخشب نفسه. برضو طبعا لو دهون او اي حاجة عليه فبيحتاج ان هو يتنضف. فقلت برضو هعمله يعني، اخلص بقى منه واعمله برضو كله. فقلت بصراحة اعمله برضو بالمرة. لان زي ما انتوا شايفين برضو يعتبر مش بيبقى نظيف يعني، بيبقى مثلا جاي عليه دهون، جاي على حاجة وانا بعمل اكل كده، فبيبقى محتاج ان هو يتغسل كويس جدا. فقلت بقى اعمله برضو كله. انا عايزه اقول لكم ان انا مصوره لكم مقاطع من اليوم، مش مصوره كل حاجه. بجد كان يوم متعب قوي قوي. انا فعلا بعدها ما كنتش قادره، خلاص كنتش قادره اتكلم. وانتوا عارفين التنظيفات والحاجات دي بالاخص اللي هي بتبقى عميقة شوية يعني، مثلا تغسلي البوتاجاز كله بتخلعيه. انا عملت البوتاجاز من فوق وعملت الفرن بتاعه، بس انا ما لحقتش اصور اي حاجه لان بيبقى سليم ورايا، فما بعرفش اصور منه كل حاجه. فعملت البوتاجاز نفسه، الفرن نفسه من جوه، وغيرت شويه حاجات كده في المطبخ هوريها لكم دلوقتي. هنا بقى زي ما انتم شايفين دعكت المطبخ، وهبتدي اشيل بقى كل الصابون ده، وبعد كده بحطها تاني تحت الميه وبنشفها وبمسح تاني الخشب بتاع المطبخ طبعا عشان مكان الصابون والحاجات دي ما يعلمش. انا بصراحه خدت يوم محترم يعني، بس الحمد لله يعني. انا كده المطبخ ما فيهوش حاجه غير بس هدي مسحه للتلاجة بس يعني. هي دي الحاجه الوحيده اللي انا بصراحه كنت خلاص، وهي ما كانش فيها حاجه غير ان هي بس هتتمسح من جوه. فقلت خلاص بقى يعني هبقى اديها مسحه كده وخلاص، مش لازم يعني اصور. وهنا برضو عملته من فوق وعملت الازاز. نيجي بقى لرخامه المطبخ.
ده فلفل اسود. كنت بوريلكم يعني فلفل اسود ما كنتش حطيته في المنظمات، كنت واخداه من عند حماتي. فالمهم هنا بقى هبتدي اشيل الفرن ده، هحطه الجنب التاني. انا بحب كده بصراحه، يعني كل فتره بحب اغير شكل الحاجه من مكانها. ما اعرفش، انا يعني نفسيا يعني بحس اللي هو تغيير وراحه نفسيه كده، حتى لو مش جايبه حاجه جديده، بس اللي هو لو نقلت الحاجه من مكانها بحس ان لا، ان في فرق وكده. يعني مثلا زي مثلا لما بيجي عيد يعني بحب مثلا ممكن اشتري اي حاجه جديده، حتى لو حاجه صغيره جدا جدا جدا، يعني حاجه بسيطه ما لا تقارن باي حاجه، بس بحب يعني انا بحب اعمل كده. ما اعرفش في حد زي ولا لأ، بس اكيد يعني بحس ان كل الناس كده. بحس براحه نفسيه لما بجدد في حاجه، بجيبها حتى لو حاجه بسيطه. حتى عارفين لو جايبه والله لو جايبه طبق صغير جديد مثلا احط فيه بسكوت جنب الشاي، بالنسبه لي حاجه كبيره. لو جايبه اللي الصواني الصغننه دي، انا كده، انا بحب كده. ف يا رب كده يجي علينا يوم عرفة، ويجي علينا العيد واحنا بخير وفي أتم صحة وحال، ويرزق الناس كلها بما تشتهي. يا رب اللهم امين. الناس كلها تبقى فرحانة ومبسوطة ومفيش حد زعلان. ادعوا للناس الدعوة اللي انتوا عايزينها تحصل لكم. يعني لما تدعوا لحد ادعوا له دعوة حلوة، هي تحصل لكم انتوا برضو، لان لما تدعي لحد بيبقى ولكم بالمثل، ملائكة وترد عليكم. فربنا يا رب يرزق الناس كلها من حيث لا تحتسب، يعني يرزقكم كلكم بكل حاجة حلوة، ويرزقني وياكم. هنا بقى نقلت الفرن، وهبتدي كده. الصواني دي كانت ورا الفرن، فقلت امسحها، كانت عليها زي تراب كده. طبعا انتوا عارفين ولحد يعتبر النهارده الفتره اللي فاتت دي كانت كلها تراب، بس تراب. يعني انا مسافه ما بكنس السلم اللي هو بتاع البيت، هو بعدها بدقيقتين بيبقى خلاص اتملى تراب تاني. هو الجو نفسه تراب شويه، فصعب قوي. بس يا دوبك ابتدى يتحسن، بس الجو طبعا حراره عاليه جدا جدا. انا عايزه اقول لكم المطبخ كمان، طبعا مطبخ الحاجات دي ما كنتش فيها مراوح او كده، انا ببقى واقفه هسيح خلاص مش قادره. فهنا بقى مسحت الصواني دي، قلت هحطها هنا، وفي الاخر غيرت رايي وقلت لا. ركنتها وقلت هبقى اشوف لها يعني مكان او كده احطها فيه، لان انا مش محتاجاها يعني دلوقتي في حاجه. وشلتها من هنا عشان هنا كله الالوان خشبي شويه، فقلت بقى مش هحط صواني بينك او كده، خليها يبقى كلها خشبي، حاسه ان شكلها يعني احسن، وهي ملهاش مكان بصراحه. انا بقى ابتديت امسح الجزء ده عشان هنقل فيه ابتدي بقى انقل فيه الحاجات. زي ما انتوا شايفين هحط اللي هي القطاعه دي. الجزء الاحب القلب، بحب الجزء ده قوي، اللي هو بيبقى فيه الجزء اللي هو بتاع الشاي والحاجات دي، بحسه اكتر جزء انا بحبه قوي. فالمهم هنا بقى حطيت برضو هنا الكاتل، وحطيت هنا الحامل اللي هو بتاع المناديل لحد ما نجيب له مناديل. دول كنت هحطهم هنا، وفي الاخر بصراحه ما حطيتهمش. برضو ما حسيتهمش ان هم، مش عارفه يعني، حبيت الجزء ده يبقى كده بالشكل ده. قولوا لي برضو رايكم. وهنا حطيت الفل، طبعا انا كنت غسلاه، وحطيت جنبيه على طول حطيت الخلاط. بس وهنا بقى كنت همسح الحيطان. ده كده شكل البوتاجاز، بس زي ما قلت لكم هياخد تلميعه بزيت جونسون، بيخليه يعني في اضاءه شويه حلوه عن كده. زي ما انتوا شايفين هنا بقى فضيت الرخامه، وحطيت طبعا الجزء اللي انتوا شايفينه ده، ومسحت الارضيات. وهنا بقى كنت هعمل غدا سريع جدا جدا جدا. اعمل كده بطاطسايه، هعملها بطاطس نيه في نيه كده. فهبتدي كده حطيت البطاطسايه، وهحط عليها بصلايه صغيره كده مش كتيره يعني، لان هي بطاطسايه مش عملتش بصراحه يعني كتير، هو يجي طبق بس مش اكتر للغدا. فقطعتها بالشكل ده، وبعد كده هنزل بقى بتوميه برضو، يعني كل حاجه نيه في نيه كده، وهحطها بقى تستوي مع نفسها. فقطعت كده وحدتين كده توم، طبعا بتدي طعم حلو قوي للبطاطس. وبس هنزل بقى بالطماطم، وبعد كده بقى اتبلها لما تتسبك شويه.
بفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه و7 بهارات، توابل يعني اللي عندك. انا بقى كنت عامله اللي الفراخ الصغيره ديك يعني، فكنت بشيل من عليه اللي هو بيبقى مش عارفه. المهم هنا بقى كنت هعمل رز بشعريه، فحمرت كده الرز، ودي كده البطاطس بس.